عظيم. لكن الأمة مصدر السلطات وكل شيء مكتوب على باب مجلس الشعب في مصر، وهؤلاء النواب هم الذين يفعلون ذلك حسب النظام الدستوري القائم الآن. هل حضرتك بتقول أنه هؤلاء لا يعبرون عن أمة مصر وأنت التي تعبر عنها؟ أنا لا أقول أن أنا لا أعبر مصر لوحدي، ولذلك أنا قلت لن يكون تغيير، سنغير معا. نعم. أنا لكن هناك من يقول نعم هذا مضبوط ونحن نقتنع معك بهذه الآراء. بالضبط. هناك فعلا ممثلون للشعب في الشورى وفي مجلس الشعب، وهؤلاء منتخبون وهؤلاء يعبرون عن الأمة. منتخبون يحافظ دي عليها يعني علامة استفهام كبيرة. النهاردة نأخذ مجلس الشورى، هناك كما علمت 80% من الدوائر تم فيها الانتخاب بالتزكية، يعني ليست هناك انتخابات حقيقية. الحزب الوطني 80% من الدوائر تم التعيين فيها زي ما أقول، ما هوش انتخاب بالتزكية، بالإضافة إلى 30% في مجلس تشريعي هيعينهم رئيس الجمهورية. فيعني على الأقل في مجلس الشورى وهو له سلطات تشريعية هيكون من 80 أو إلى 90 من ال100 عضو من الحزب الوطني. هذه في رأيي ليست انتخابات، ليست معارضة حقيقية، ليست ديمقراطية حقيقية، وبالتالي أنا كما ذكرت في التويتر بتاعي بهذه الظروف ليست هناك مصداقية. ولذلك عندما نتكلم عن انتخابات ممثلين للشعب أنا أقبل أن يكونوا هؤلاء ممثلين الشعب لو كانت هناك الضمانات التي نطالب بها. بس المشكلة الآن في الطرف الآخر يقول اثبت للعالم، العالم الآن كله مسلط على ما يفعله الدكتور البرادعي ومدى فعلا مصداقية النظام في أن يلتزم بقواعد اللعبة. الدكتور البرادعي بيقول هذه القواعد لا ألعب فيها لأنها غير منصفة، هم يقولون قواعد اللعبة منصفة واثبت لنا عكس ذلك. بمعنى مطلوب منك كمرشح مستقل أو من غيرك أن ينزل مرشح مستقل للرئاسة من مجلس الشورى لانتخاباته في أول الشهر المقبل 25 عضو. أنت ليس لك ولا مرشح واحد، لماذا لا تحاول؟ وإذا زوروا انتخاباتهم وإذا لم يدخلوهم هنا يكون لك سبب، لكن أنت تركت لهم الساحة، وبالتالي في دوائر بالتزكية لا يوجد من ينافسهم عليها. حافظ، أنا لن أدخل هذه المنظومة الموجودة حاليا لأني لا أعتقد أنها لها صفة الشرعية والتي مستمدة من إرادة الشعب والديمقراطية. مطلوب مني وهذه ليست عملية شخصية، عملية سياسات. ذكر في كثير من الأيام لماذا الدكتور برادعي شخصية محترمة ولماذا لا تلعب في بنفس هذه، يعني يمكن أفسرها للشعب المصري، لأن الشعب المصري غاوي كورة. إن أنا مطلوب مني أن أروح الشهر الجاي في جنوب أفريقيا وألعب في ماتش كورة، إنما الجول بتاعي 10 متر وجول الخصم بتاعي متر واحد. الجول بتاع الخصم بتاعي مليء يعني بالمتاريس، والجول بتاعي الأرض مستوية تماما، وخصمي هو اللي بيحكم. تحدثنا عن فريق الدكتور البرادعي، كيف تريدون مني أن أذهب بهذا الفريق وبهذه القواعد اللعبة لألعب في كأس العالم؟ الدكتور رفعت السعيد أحد المشاركين في قواعد اللعبة في مصر كزعيم ورئيس لحزب التجمع، وهو له رأي بالنسبة لمن حول الدكتور البرادعي وكيف يتم التعامل معه. لنستمع مع سيادتك. لكن أنا أنصح الدكتور البرادعي أن يعني ينظر بجدية إلى من يلتفون حوله، لأن فيهم كثير منهم يعني ليسوا بالمستوى الجماهيري المطلوب. هناك كمان محاولة لتحويل الدكتور البرادعي إلى أيقونة، ما حدش يقدر ينتقده، ما حدش يقدر يقول له لا، ما حدش ده وهو لسه ما قالش أنا هترشح، مش عايزين حد ينتقده. أمال لو حكمنا هنعمل فيه إيه؟ تعليق. أنا شخص لي رأي زي ما يقال، يعني قد يكون رأي صواب يحتمل الخطأ. كون أن أي شخص مستعد أن يناقش آرائي أنا أرحب بهذا، إنما إلى الآن منذ بدأت العمل في هذا المضمار لم أرى حجة موضوعية واحدة تناقش أي رأي من آرائي، كلها عمليات محاطرات وتدني أخلاقي لمهاجمات شخصية. لم أحد يذكر لي لماذا لا يعد الأسطول ليفتح الباب، لم أحد يذكر لي لماذا 8 مليون مصري في الخارج ليس لهم حق الانتخاب، لماذا لا يذكر أحد أن الرقابة القضائية أو الإشراف الدولي لا يجب أن يكون. لابد أن ننتقل إلى مناقشة موضوعية. أنا ليس لدي فريق قريب أو بعيد أعمل معه، بابي مفتوح لكل شخص يستطيع أن يساهم. الشباب هم يعني الأساس الذي أعمل معه، الشباب هم الذين في القرى الذين يحاولون توعية الناس بالتوقيع. هناك
اشخاص كثير تاتي الي، انا بابي مفتوح لكل شخص، ليس معناه اننا اتفق مع اي شخص. الجمعيه دي جمعيه اطار شعبي غير رسمي، ليس هناك ليس لاي شخص في هذه الجمعيه صفه تمثيليه. لكن دكتور برادعي، نعم. هؤلاء لن يصنعوا تغييرا. يعني أنت رجل علمي ومنهجي وكل حياتك 1+1=2. لا يمكن أن يكون حملة أو محاولة للتغيير أو حتى جمعية خيرية لمساعدة بعض الناس دون أن يكون فيها ناس موظفين لديهم مرتبات يعملون يقومون كل يوم، وليس متطوع يظهر يوم ويقعد يشرب قهوة ويمشي أو يتصل بالتليفون. لا يوجد واحد فقط في حملتك مدفوع له، أو أرجو أن تصحح لي، مرتب. لا يمكنك أن تدفع له، لأنه لا يمكنك جمع تبرعات، لأنه لازم تحصل موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية. لم تسجل الجمعية الوطنية للتغيير في وزارة الشؤون الاجتماعية. لماذا لا تحاول وخليهم يرفضوا وقول انظروا هم يمنعوني من جمع التبرعات؟ حافظ، كل هذا الذي أثرته كلام صحيح. نحن جمعية ليس جمعية خيرية، نحن في إطار جمعية بتدعو لعمل سياسي. في 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 حقيقة الأمر إذا كانت الأمور مستوية كان لازم هذه الجمعية أبعت إخطار وأقول أن هذا نكون حزب. إنما كما ذكرت لا أستطيع أن أبعث رئيس الحزب الحاكم أقول له أنا أود أن أكون حزب وأنتظر سنة أو 2 أو 10 بصرف النظر عن المبدأ نفسه أنه هو الخصم والحكم. طب الجمعية على الأقل قبل الحزب، يعني الجمعية ما المانع؟ أو حتى الحزب يعني دعونا مثلا في برنامج استوديو القاهرة كل أسبوع يعطينا الطلب، أنا أروح أسلمه بنفسي تقديمي، وهنتابع كل أسبوع نقول لم يوافقوا عليه، لم يوافقوا عليه. تقديمي طلب خطأ للجمعية لوزارة الشؤون الاجتماعية، لأن هذه ليست جمعية أهلية، هي لا غير الحزب. يعني في جمعيات للوعي والتوعية، في النداء الجديد قبل كده كان من الجمعيات اللي أنشئت لهدف عام. يعني أنا لا أعتقد أن احنا في هذه المرحلة نحتاج إلى هذا. إنما إذا حتى سجلنا الجمعية، ولا أعتقد أنها تتفق مع إطار الجمعيات عملية التوعية، لأن الجمعية مش بس عملية توعية، الجمعية لها مطالب سياسية أصيلة، وهو تغيير هيكل النظام السياسي من أوله لآخره. فهي هي في أقرب كثيرا إلى حزب. إنما إلى أن تغير هذه القواعد وأن يكون أستطيع أن أكون حزب بإخطار، وأن ألا يكون الحكم في هذا هو خصمي، وأن حتى هل أستطيع أن أكون حزب حتى لو كونت حزب في الغد لا أستطيع أن أنافس في الانتخابات لمدة 5 سنوات. لابد أن يكون الحزب مضى عليه في العمل 5 سنوات. كل هذه قيود مقيدة لعملية الديمقراطية وليست منظمة يا حافظ. نعم. ليس إذا كنت كما يذكر الدكتور هل أنت تنوي أنه لابد إن لم تكن هذه الانتخابات فلا، رغم أنك أصلا لم تدخلها حتى عن طريق أحزاب مقامة من 5 سنوات؟ لن أدخلها، لأنه يكون هناك نفاق سياسي أن أدخل حزب لا يعبر عن مبادئي. هذا من أول. أنا ذكرت إذا دخلت سأدخل كمستقل، وأدخل كمستقل من حقي كمصري في إطار أي تنظيم ديمقراطي أن أدخل كمستقل إذا استطعت أن أحصل على عدد معقول من الأصوات. في فرنسا، وأخذ مثل برضو فرنسا 1% من أعضاء المجالس المحلية يكفي لكي يكون الشخص مرشح لرئاسة الجمهورية. في مصر العملية تقريبا كما ذكر صديق عمرو موسى الباب مغلق. فلن أدخل في عملية تعطي مصداقية لهيكل أنا أرى أنه لا يتفق مع الديمقراطية أو الشرعية.